السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير جميعا. انا امل الشيخ، والنهارده كده جيت لكم بوصفة خطيرة جدا، وصفة في منتهى الجمال، وصفة حصري عندي انا بس في مطبخي امل الشيخ. زي ما انتم شايفين كده عملنا كفتة الرز باللحمة من غير لحمة. ازاي يا امل من غير لحمة؟ ايوه من غير لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة من الحاجات دي، بمكون موجود في كل بيت عندنا، طبعا بناكله في الفطار وفي الغداء وفي العشاء في اي وقت. مش هتتخيلوا الكفته دي اتعملت من ايه. شايفين شكلها حلو جدا ومملكه ازاي، وهنعملها بطريقه تسويه جديده من غير تحمير من غير اي حاجه. هتسلقيها وهي نيه كده. ايوه هتسلقيها وهي نيه. وشايفين شكلها حلو جدا ازاي. السر بقى ان انا عملت بيه الوصفه ده هتعرفوه معايا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ان شاء الله. كملوا بس الفيديو معايا وانتوا تعرفوا انا عملت كفته اللحمه، يعني هنقول عليها كفته اللحمه، كفته الرز اللحم باللحمه الكدابه. ايه انا سميتها كده، زي مثلا في حمام الكداب هنقول كفتة الرز باللحمة الكدابة، لان ده حاجة من اختراعي انا، حاجة من تجربتي انا، حاجة انا عاملاها جديدة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. تعالوا نخش نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. اول حاجة خالص معايا نص كيلو من الرز زي ما انتم شايفين كده، غسلته كويس جدا ولازم تنشفيه في مصفى او تحطيه مثلا في صينية تكون عندك وتفرديه فيها وتحطيه في الشمس. لازم ينشف كويس جدا، ما يكونش فيه مية خالص. بعد كده ايه معايا هنا بصلايه متوسطه، يعني ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي، بصليه متوسطه، وثلاث فصوص من الثوم. ماشي. المكون بقى السحري هو ايه بقى؟ البطاطس. ايوه البطاطس. انتوا شايفين طبعا في اول الفيديو الكفته عامله معاكم ازاي. كفته في منتهى الجمال. معايا هنا ايه بطاطستين كبار او بطاطس او ثلاث بطاطسات متوسطين على نص كيلو رز. بالنسبه بقى للتوابل، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر والسبع بهارات ومعلقه كمون. ومعايا هنا إيه من بقدونس بقى والشبت والخضار والخضره كلها اللي عندك موجوده في بيتك حطي منها. ماشي. إيه الكفته دي بقى ايه عملتها ازاي؟ عملتها من البطاطس. ايوه البطاطس. يعني انتوا شايفين قدامكم الكفته كانت عامله ازاي. الكفته دي لازم تنفرم بقى ايه فين؟ في مثلا تكون عندك مفرمه بتفرمي فيها مثلا ايه المفرمه اللي بتفرمي فيها الكوبيبه والكفته اللي انت بتعمليها فيه. لو عملتها في البيت وعندك مفرمه بتفرم كويس اعمليها في البيت عادي، مفيش اي مشاكل. حطيت كده كل حاجتي وهاخدها بقى انا هفرمها بره في مفرمه عندنا يعني ايه جنبنا وكده، بتفرم الكوبيبه والكفته بتنعمها كويس جدا، لان احنا محتاجين الكفته دي تبقى ناعمه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو صاحب المكان بيبدا بقى اللي هو يفرمها، والمكان نضيف جدا لان انا كده كده يعني ايه ما بحب النظافه وبحب الحاجه تبقى ايه يعني حلوه. فلو مكان لو ما كانش نضيف ما كنتش هعمل فيه، لكن المكان نضيف زي ما انتم شايفين كده. كده هو بيبدأ ياخد الايه الحاجات الناشفة الأول اللي هي البصل والثوم والخضار والبطاطس. البطاطس بتحطيها نية، يعني مش لازم تسلقيها، تحطيها نية كده زي ما انتم شايفين. اعملوا بقى لايك للفيديو ده كتير جدا. انا بصراحة يعني بتمنى يعني وطموح عالي جدا الفيديو ده يوصل لمليون مشاهدة، لان هو فعلا يستحق التجربة بصراحة. يعني مش قادر اقول لكم الكفتة كانت حلوة جدا من غير لحمة، وطعمها والله العظيم كانت احسن من اللحمة كمان. لما تجربوها هتدعي لي باذن الله، كلكم هتدعوا لي باذن الله على الفيديو الجميل ده. بتفرميها كذا دوره، لازم كذا مره كده، مش مره واحده، لانها بتبقى ناعمه جدا. لازم تبقى ناعمه، بتبقاش ما بتبقاش خشنه وكده يعني. كده هو بيبدا بقى يفرمها لي كذا مره، وده النتيجه بتاعتها بقى في الاخر زي ما انتم شايفين كده. هنحطها في التلاجة ساعه لحد ما تمسك، ما تقلقوش هتبقى حلوه جدا. انا كده خدتها وروحت. تعالوا بقى نعمل تسبيكه الكفته بتاعتي. جبت حله الومنيا، انا بحب اعمل الحاجات دي في حله الالومنيا. وزي ما انتم شايفين كده الحله الالومنيا بتاعتي نضيفه جدا. واحط فيها بقى الزيت، وهنزل فيها بقى بصلايه كده وفصين من الثوم، ولحد ما يتبلوا معايا خالص، يعني تسبيكه صلصه عاديه خالص. هتقلبي كده كويس، وحطي معلقه سكر كمان وانت بتعملي البصل عشان الحموضه. حطيت فيه كده قرن كده شطه من الاخضر لو انت عايزاه سبايسي شويه، وجزريه مبشوره كده بسيطه. وبعد كده هكون محضره عصير طماطم، وتكوني مصفيه كويس جدا من الطماطم عشان القشر اللي فيها ده غلط. فانت صفي الطماطم على طول، دايما طول ما انت بتطبخي صفيها كده بالطريقه دي. هتسيبها تسبك بقى. تعالوا مع بعض نعمل بقى الكفته بعد ما سيبناها ساعه ونص في التلاجة عشان تمسك معاكي زي ما انتم شايفين مسكت ازاي. يلا بقى نصبعها مع بعض. وزي ما قلت لكم اعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان الفيديو ده يستحق بصراحه التجربه. وجربوا الكوبيبه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. وهتقولي لي في الكومنتات، قولي لي كلكم، كل اللي هيجربها اكتبوا له في الكومنتات كانت عامله ايه. وانا بتمنى ان انتوا تجربوها بصراحه، ما تكبرهاش قوي. لانها هي طبيعتها بتكبر كده لما بتحطيها في الصلصه بتكبر شويه كده بالطريقه دي، يعني صغريها ما تخليهاش كبير قوي. يا رب كده يعني اكون عند حسن ظنكم.
انا بحب اسهل عليكم كل حاجه ومش عايزاكم اللي انتوا في حاجات في ناس مش بتعرف تعملها عشان هي بتبقى مكلفه. فانا بحب اجيب وصفات تكون مثلا يعني سهله وحلوه وتقدروا ان انتوا كلكم تجربوها باذن الله، والنتيجه طبعا تبقى زي النتيجه الاصليه بتاعتها. ان شاء الله ما تجربوها تعرفوا ليه كانت حلوه احسن من كمان من ام لحمه كمان. كده بالطريقه دي كده لازم يكون في شويه زيت عندك تصبعي بيها كده عشان بس ما تلزقش في ايديكي، وبتسهل عليكي ان انت تصبعيها كويس. هكمل انا بقى بقيه الكميه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده، وهرجع لكم تاني. كملت الكميه كده بالطريقه دي، شايفين شكلها حلو ازاي؟ يعني حد كده تخيل ان دي معموله من البطاطس، كفته 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 باللحمه، كفته باللحمه. يعني محدش يتخيل اللي هي من غير لحمه. الصلصه كده اتسبكت، حطيت لها معلقه من ملح ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه 7 بهارات. وبعد كده هنحط ميه، لازم تبقى تحط لها ميه كتير جدا، يعني حوالي 5-6 كوبايات ميه. هي بتبقى عامله زي الشوربه كده، ما بتبقاش جابسه. لو عندك شوربه حطي شوربه، عندك ميه حطي ميه، اللي موجود في بيتك حطيه. ونحط كده فصين من الحبهان، وهنزل بقى بالكفته بتاعتي. احنا ما حمرناش الكفته، والكفته مش هتفك ولا هيجرى لها اي حاجه، وهتشوفوا دلوقتي نتيجه ما حصلتش. انا لما جربتها وعملتها بصراحه انبسطت منها جدا، اللي هي طلعت حلوه جدا بالطريقه ديت ومن غير لحمه. فقلت لازم يعني انا اصورها وكده عشان تشوفوا الفيديو ده، وباذن الله انتوا كمان تجربوها باذن الله تطلع حلوه قوي معاكم. بتسقطي كده زي ما انتم شايفين في الميه. لازم الشوربه تكون يعني الميه بتاعتها تكون بتغلي، ما تكونش مش بتغلي عشان ما تفكش معاكي. ولو الكفته دي لو فكت منكم انا ما حطيتلهاش، بس انا بقول للناس اللي هي خايفه مثلا هي مش هتفك عامه، حطي معاها معلقه كربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم ده. ما تقلبيش خالص بقى، انا بس بوريكم اللي هي يعني مفيش فيها اي مشاكل. لما تغلي بقى وتحسي اللي هي غليت، ابدأي بقى انتي قلبي. واهم حاجه اهم خطوه عشان بس الكفته تطلع معاكم مظبوطه، اللي هي تكون الشوربه يعني الميه دي اللي فيها دي تكون كتير، ما تكونش قليله، وتكون مرقه خالص. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت طبق الكفته بتاعي. كفته الرز من غير لحمه، كفته الرز الكدابه زي ما انتم شايفين كده جميله ازاي. تستحق التجربه ولا لا؟ جربوها ان شاء الله هتدعولي، وان شاء الله هتعجبكم يا حبايبي باذن الله. يا رب كده اكون عند حسن ظنكم، يا رب كده كل وصفاتي تكون بتعجبكم باذن الله. اكتبي لي بقى في الكومنتات لما تعمليها انتي عملتيها وطلعت النتيجه حلوه ولا لا. بس صدقوني ان شاء الله انا هتعجبكم جدا. شايفين شكلها؟ ما تفرقهاش ابدا من الكفته اللي هي باللحمه اللي هي مصلصه دي. على الاقل دي مش هتحمريها ولا اي حاجه، ومفيش فيها اي تكلفه، بطاطس موجوده في كل بيت. بصوا جميله جدا، شايفين قد ايه ملاكه وحلوه. اعملي بقى لايك للفيديو، وبتمنى الفيديو زي ما قلت لكم يوصل ل1,000,000 مشاهده. بتمنى باذن الله ربنا ان شاء الله يحقق لي حلمي ده. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم. اعملي لايك وشير للفيديو